ازيكم عاملين ايه؟ من كام يوم حصلت مشكله ما بين حد اعرفه وناس اعرفه بسبب تعامله الوحش معاهم، لدرجه ان هم كانوا متضايقين منه وما كانوش عاوزين يتكلموا معاه تاني. في نفس الوقت جه في بالي واحد صاحبي كل الناس بتحبه، مفيش حد بيشوفه غير لما يكون عاوز يقعد معاه مره واثنين وثلاثه. حلو، الكلام ده فايدته ايه بالنسبه ليك او ليكي؟ اقول لك، اي حد فينا بيبقى في الاغلب ما بين الشخصين دول، ما بين الشخص اللي ما بيعرفش يتعامل خالص والناس مش حباه، وما بين الشخص اللي بيعرف يتعامل كويس ومحبوب ما بين الناس. ايه بقى فايده ان انت تبقى زي الشخص المحبوب ده ما تبقاش زي ما انت هنا في النص؟ الفايده ان بعد ما الدراسه اللي جامعه هارفارد عملتها واستمرت لمده 75 سنه، الدراسه دي اثبتت ان اكتر حاجه بتفرق في سعاده الانسان في حياته انه يكون محبوب بين الناس. طب ازاي نقدر نوصل لدرجة الشخص ده اللي هو محبوب ما بين الناس؟ ده عن طريق كام خطوة بسيطة هنتكلم فيها دلوقتي. يلا بينا. أول حاجة، خليك فن وبوزيتيف. بمعنى إيه؟ إن أنت خليك إيجابي وعلى طول واخد الدنيا ضحك وهزار. الكآبة دي انساها، طول ما أنت فاكر الكآبة هتفضل الكآبة فاكراك. طب اعمل ايه لو انا حاسس ان انا متضايق او كئيب وعاوز افك ابقى مبسوط؟ اقول لك، احسن طريقه لحل اي مشكله انك تسيبها وتشوف ايه الحل وتروح له. بمعنى، انا دلوقتي زعلان ومتضايق، افكر ايه اللي بيبسطني، ايه اللي ممكن اتكلم فيه يفرحني. مثلا عربيات، افلام، غادة عبد الرازق، اي حاجه تضحك. بمعنى انت مجرد انك انت تفكر في الكلام ده هتفصل وتخش في مود كله ضحك وهزار. فبالتالي انت لما تبقى في المود ده اللي حواليك هيتبسطوا ان انت مبسوط، لان السعاده بتبقى عامله زي الفايبس كده على طول، زي ما تقول كده معديه. انت لو مبسوط وقاعد في مكان هتلاقي بنسبه كبيره اللي حواليك هم كمان مبسوطين، والناس حوالين بتحب تكون حوالين الشخص المبسوط ده عشان هم كمان يتبسطوا. تاني نقطه، ابتسم على قد ما تقدر. ما تبقاش فان وبوزيتيف وتيجي لما تكلم حد او ناس تروح فجاه قافل وشك وعامل كده، مش هيستلطفوك. حاول قد ما تقدر، بص ها اهو، فين ابتسامتك يا جو اهي. على قد ما تقدر خليك فرد وشك. ليه؟ هتدي للناس ايحاء ان انت مبسوط ان انت معاهم، فهم تلقائيا هيتبسطوا ان هم موجودين معاك. تالت نقطه، اسال اسئله اجابتها مفتوحه. بمعنى ايه؟ مش اسئله بتجاوب عليها باه او لا، بتبقى غالبا اسئله زي اشمعنى كليه هندسه، سؤال زي ليه هتاخد الكورس المعين ده مش الكورس ده، وهكذا. ويعني بقى لمحه كده يعني زياده قوي ممكن تخليه يحبك جدا، ان انت اساله وخليه يحكي عن حاجات، مواقف حلوه في حياته. فلما يحكي عن المواقف الحلوه دي هيفتكر المشاعر الكويسه اللي كانت مع المواقف الكويسه دي، سفريه مثلا لشرم الشيخ، مش عارف حاجه معينه كان هو وقتها حاسس بشعور حلو قوي، فهيفتكر ان هو لما كان معاك حس الشعور الكويس ده، فيبقى عاوز يكرر ان هو يشوفك تاني وتالت ورابع عشان يحس الشعور ده تاني. رقم 4، الاستماع الفعال. مش بس تبقى سامعه، لا تبقى سامعه ومركز معاه. في حركه على طول بتحصل وعلى طول كده بنشوفها، يكون مثلا حد بيتكلم قصادك وانت تروح هو بيتكلم تعمل كده، معاك كمل، معاك كمل، وانت قاعد مش مركز معاه. طبعا دي حركه تضايق اي حد. طيب انت المفروض تعمل ايه؟ بص بقى، اول حاجه الاي كونتاكت، حاول تحافظ عليها على طول بينك وبينه، ان انت على طول تبقى باصص في عينيه. دي اول حاجه. تاني حاجه اتفاعل معاه، بمعنى قال حاجه كويسه مثلا، بيحكي عن حاجه كويسه هو عملها في حياته، طب عايش قوي ما شاء الله ربنا يوفقك، وهكذا. ابدا ان انت خلي كلامك يتفاعل معاه، رد يعني زي ما تقول كده انت بتسمع بترياكت. اخر حاجه، حاول تتاثر بالمشاعر اللي هو متاثر بيها وهو بيحكي. فمثلا لو بيقول حاجه حلوه وتضحك بتفرحه، افرح معاه. قال حاجه تضايقه، اتضايق معاه. ممكن يجي في بالك دلوقتي كريم ده بيقول كلام عكس بعضه، مش راكب كده. منين الاول كان بيقول لي خليك فان وبوزيتيف، ودلوقتي بيقول لي لو الشخص ده حسيت ان هو متضايق اتضايق معاه؟ صح، تحس ان الكلام عكس بعضه. في حاجه اسمها كومن سنس، بالعقل بتيجي. بمعنى ايه؟
لو مثلا بيحكي لك عن حاجه زي مثلا ان هو الفتره اللي فاتت كانت الدنيا معاه متلخبطه عشان والده توفى، ما ينفعش تروح ضحك تقول لي بجد والله ايه ده، طب ده انا ما اعرفش الكلام ده. هيضربك طلقتين ويروح، ما هيزعل، مش يعني مش هيكون عاوز يتعامل معاك تاني بعد اللي انت عملته ده. فدي حاجه يعني بالعقل كده تيجي في مواقف ما ينفعش تتاخد فن وبوستيف. مش معنى كده انك تاخد القعده كلها كآبه، لا، يا دوبك بس على قد اللحظه اللي هو اتأثر ومتضايق فيها شاركه المشكله دي، بعديها يبقى حاجه حلوه جدا منك اصلا انك انت تنسيه الكلام ده وتاخده لناحيه كلام تانية خالص، تبقى فن وبوزيتيف ناحيه، بحيث ان انت تنسيه الهم اللي هو فيه. خامس حاجه التواضع. اكتر حاجه الناس بتكرهها الشخص المتكبر. طيب اتواضع ازاي؟ حاول لما تيجي تتكلم عن اي انجاز انت عملته في حياتك قبل كده استخدم معاه الحمد لله انا عملت كذا، ولما تيجي تتكلم عن حاجه في المستقبل قول ان شاء الله انا عاوز اعمل كذا وربنا يوفقني وي. وما تقولش الكلام ده على الفاضي ومليان، ما تفضلش من نفسك على طول تتكلم عن انجازاتك قصاد اي حد. حاول على قد ما تقدر تخلي ده يطلع وقت السؤال، لما حد يسالك في حاجه زي دي ابدا طلع الاجابه دي. او لو مثلا هو ذكر حاجه يعني في تقارب بينها وبين الانجاز اللي انت عملته ده، او ايا كان الحاجه اللي انت فيها مثلا، فبتبدا ان انت تتكلم ده انا كمان عملت كذا وانا عملت كذا، بحيث ان انتوا تلاقوا في كومن جراوند او ارض مشتركه بينك وبين الشخص ده، فبيبقى الموضوع الريليشن بتاخد ستيبس اعلى والصداقه بتبقى اقوى بسرعه. سادس نقطه، ودي في رايي من غيرها الكلام اللي فات بيبقى تاثيره مش في نفس القوه. ايه هي؟ الثقه في النفس. ليه بقى الثقه في النفس من غيرها الكلام اللي فات ده كله بيبقى تاثيره ضعيف؟ هديك مثال سهل. لما يكون حد فقير ومتواضع بيبقى عادي صح، انما لما يكون حد غني متواضع ده بقى اللي بيبقى حوار صح. نفس المنطق، لما انت تكون واثق من نفسك وبتعمل كل الكلام اللي فات ده هيبقى قيمته عند الشخص اللي انت بتعمل له كده اكتر بكتير جدا من شخص بيعمل الكلام اللي فات ده كله بس مش واثق في نفسه. ازاي بقى يبقى عندك ثقة في النفس؟ ممكن نقعد نتكلم في الثقة في النفس في فيديو طويل، بس دلوقتي كحاجة سريعة تقدر تديك ثقة في نفسك بسرعة، ايه هي؟ انك تلبس كويس. فكرة ان تكون الهدوم اللي انت لابسها مقاسها مظبوط عليك، الوانها متناسقة مع بعض، بحيث ان انت لما تبص لنفسك في المراية تبقى فعلا يعني شايف ان انت في احسن شكل ممكن تكون عليه، وده بالتالي هينعكس ان انت هتبقى واثق في نفسك، فده اللي هيبان للناس ان انت واثق في نفسك. حاجتين ما ينفعش تعملهم خالص مع اي حد لسه عارفه جديد، لانك لسه ما بتبقاش عارف طباعه وما بتبقاش عارف اذا كان بيتضايق من الحاجات دي ولا لا. ايه هما؟ اول حاجه ما تتريقش عليه وما تسفش عليه على حساب ان انت تبقى فن بوزيتيف، لا مش ده المفهوم خالص بتاع فن بوزيتيف. مش عشان تبقى فن بوزيتيف لازم تسف وتتريق عليه فتضحك وتهزر، كده هو مش هيكون فرحان وهو عمال بيتسف عليه. دي اول حاجه. تاني حاجه اختلاف وجهات النظر. مش لازم تثبت له ان وجهه نظرك صح او ان وجهه نظره غلط. لو هو مش موافقك في وجهه النظر ما تضغطش عليه ان هو يوافقك، ولو انت معترض على وجهه نظره مش لازم تبين له ان انت معترض جدا على وجهه نظره، ومش لازم برضه توافقه، بس اتليست احترم وجهه نظره. انما لو عنده وجهه نظر زي وجهه نظرك في نفس الحاجه، حاجه حلوه جدا ان انت تعرفه ان انت بتشاركه نفس وجهه نظر، ده هيعرفه ان في حاجات مشتركه اكتر بينك وبينه ويخلي العلاقه بينكم تبقى احسن بكتير. عشان تقدر تطبق الكلام اللي فات ده باحسن طريقه ما ينفعش تعتمد على الذاكره. هتصحى بكره تلاقي نص الكلام ده راح. فايه احسن طريقه انا جربتها وجابت معايا فعلا نتيجه؟ ان انت تكتب الكلام ده في نوت او في ميمو عندك على الموبايل، وتبدا كل شويه تشيك هل كنت عملت الكلام ده، هل فعلا طبقته النهارده وانت بتتكلم مع صاحبك ده او صاحبك ده ولا لا. الكلام هيظهر دلوقتي على الشاشه، اعمل بوز وابدا ان انت اكتبه في اي ورقه وبعد كده كمل الفيديو. حاجه بقى مهمه قوي وخطيره قوي، انت فعلا لما تبدا تطبق الكلام ده او التعامل ده كولد مع صحابك الولاد وكبنت مع صحابك البنات، بتلاقي ان انت فعلا بقيتي في وسط صحابك دول بقيتي او بقيت محبوب جدا، والناس دي بقيت على طول عاوزه تشوفك وعاوز تقعد معاك. بس المشكله بتحصل لما بتطبق التعامل ده كولد مع بنت او بنت مع ولد، بيتقري ساعات على ان هو حاجه تانية كاعجاب او دلقه او ف
اسلوب التعامل ده بينفع جدا زي ما قلت لو انت ولد مع صحابك الولاد، ولو انت بنت مع صحابك البنات. في الاخر لو كل الناس اتعاملت بالاسلوب ده مش محتاج احكي لك الدنيا هتبقى عامله ازاي. فلو انت استفدت من الفيديو ده اعمل له شير عندك عشان صحابك هم كمان يستفادوا. شكرا.